مقال عن مستقبل وأحوال البلد، اتكلمت عن التعديل الوزاري ووزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان والضرائب العقارية وتطعيم الطلبة في المدارس. في 10 مقالات عن الشؤون العربية والتطورات في اليمن، 7 مقالات عن غزة وفلسطين والحصار المفروض عليها من إسرائيل، 9 مقالات عن السينما ومستقبلها في السنين اللي جاية، مستقبل السينما، 14 مقال رياضي اتكلمت غالبيتها عن كأس الأمم الإفريقية اللي هتبدأ الحد الجاي في أنجولا، ربنا يوفق منتخبنا هناك. في 4 مقالات عن الصحافة وانتخابات المؤسسات القومية اللي هي الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة اللي كانت يوم الاثنين اللي فات. نروح للحوارات، وصل عددها 24 حوار، منها 5 حوارات عن مستقبل مصر. 4 من الحوارات دي كانت في الدستور مع الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستوري، وجورج إسحاق أحد مؤسسي حركة كفاية، حافظ أبو سعد الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والبابا شنودة في مجلة المصور. وكان في حوار في جريدة النهار عمله الزميل أحمد يعقوب مع جابر القرموطي، والحوار ده نزل تقريبا على تلت صفحة، فنشكر الأخ أحمد يعقوب إن هو مهتم يعني بما يصدر من البرنامج لاحقا وسابقا ومستقبلا. كان عندنا 3 حوارات عن الحركة الإسلامية والإخوان، منها حوار في الدستور مع خليل العناني.